استاذ باسم يوسف، اهلا بحضرتك في لندن. دكتور باسم، اهلا بيك، منورنا واحنا جدا مبسوطين انك معانا اليوم في لندن. شوف دكتور باسم يوسف بتفهم. احنا في مصر في سلو بلدنا في مصر. معلش حضرتك منين؟ انا من السعوديه. شوف الناس بتفهم. دول اللي واخدين ناس بتقول دكتور مش استاذ. كتيرتين مننا. يلا هنعمل ايه بقى؟ يلا عندنا شقه اوضتين وصاله، خدوها لو عايزين كمان. يلا اتفضل. دكتور باسم، بما انك ما زلت الى الان متربع على عرش تقديم البرامج الساخره في العالم العربي. انا ما كنتش عارف ان انا متربع. طبعا انت الفنان الاول في هذه البرامج. الله يكرمك. فايش تقييمك لهذه البرامج اليوم على الساحه؟ والله الحقيقه ان البرامج اللي موجوده دلوقتي الناس اللي فيها بتعمل مجهود رائع والناس موهوبه قوي 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 قوي، لكن هي طبعا المشكله كلها في السقف المتاح. لان اعتقد ان اللي كان بيميز البرنامج بتاعنا مش ان هو كان يعني اكتر حاجه كوميديا في الوجود، على قد ما هو كان بيطلع لمستويات عاليه شويه، وده اللي كان بيخلي الناس متابعاه، لان هو ما كانش مجرد ضحك ونكت وخلاص يعني. فانا مقدر طبعا ان الناس بيبقى عندها حدود وعندها قواعد لازم تمشي عليها، بس انا اتمنى لهم يعني كل خير، لان انا شايف ان ده شيء برضو مميز، ان انت يبقى عندك كل المواهب دي والانفجار ده هو في البرامج الكوميديه. في المستقبل دول هيبقوا نوال حاجه كبيره جدا وحاجه قويه جدا، ولما الوقت يجي ان يسمح لهم او يسمح ان يبقى فيها سقف الحريه، دول الناس دي هتبدع بكل تاكيد. احساسك كان ايه بعد اللي انت عملته ده كله والحملات بقى اللي طلعت ضدك في مصر؟ والله انا شايف ان الحملات دي كانت بتتعمل قبل كده وبعد كده، وده جزء من الثمن اللي انت بتدفعه ان انت بتقول رايك. فالحقيقه ان انت لما انت لو انت يعني مشكورا يعني بتقول ان انا السبب في حاجه، ده يعني ده مش هيديك حصانه من حاجه في الاخر. في ناس للاسف ما بتحبش تسمع الراي المخالف، وهي عايزاك على خطها طول الوقت، وده مش يعني انا ما اقدرش اعمل كده. يعني انا في الاخر انا بقول رايي، وده رايي اللي بيطلع من دماغي.